اجيت؟ صار لك زمان؟ وين كاينة؟ شبك شوكت مو على بعضك؟ لا على بعضي، أنا ليكني على بعضي. وين كنتي؟ لك وين كنتي؟ كنتي بالمستشفى؟ لا ما كنت بالمستشفى، بتعرف اني اخذة اجازة. لك وين كنتي؟ لك وين كنتي؟ كنت بالحارة. أهلين. كنتي بالحارة قلتي لي؟ ايه. ومبارح كمان كنت بالحارة. ولك شو لك شغل بالحارة أنت؟ شلون شو قولي شغل؟ مو انا صرت مرتك؟ يعني صرت من اهل الحارة، وانا ما بقى بدي اقعد بين اربع حيطان لوحدي. وانسحبتي من لسانك قدام منهم إن شاء الله وقلتي لهم إنك متجوزة؟ لا لا تخاف، ما قلت لهم، بس رح يجي يوم وقول لهم انه انا مرتك. لك نحن ما لنا متفقين هيك، لك نادية ما لنا متفقين هيك. نحن اتفقنا انه تضل جوازتنا بالسر صح، بس ما اتفقنا انه تبعدني عن اهلك وعن حارتك وعن ناسك. شوكت انا حبيت الحارة، حبيت الشام كلها، بس والله حبيتها اكثر لاجلك. انا ما عاد فيني اعيش ولا لحظة من دونك. يعني لما انت عم تروح على بيتك، طبعا يعني هاد من حقك، بس انا والله عم موت 100,000 موتة. ما لنا متفقين هيك يا نادية، نحن والله ما لنا متفقين هيك. انت ليش بدك تبدي الناس وحكي الناس علي؟ أنا؟ ايه انت شوكت، انت هلا قادر تتجوز اي وحده من بنات الشام وتاخذها لعندك على البيت وما حدا رح يفتح تمه بحرف، وبنفس الوقت بعرف انه بدك يعني، ليك نصرنا سوا. ايش هيك عم تساوي؟ والله في 100 سبب يعني لك يا نادية، الحارة والقال والقلنا ولسه فوق منا مرتي سعاد والأولاد وأولاد الأولاد. لك شو بدي أعمل بحالي أنا؟ ها؟ حطي حالك محلي. يعني انا بعيبك يا شوكت؟ لا مين قال الحكي؟ اللي شو بدك يعني ساوي لحتى اصير مثلكم؟ ولا كل ذنبي انه بدي اياك تكون رجالي؟ قلي عن جد، اللي شو ساوي؟ انا جاهزه. قلي اطيب. والله طيب. هاي كانت ببيت ابو ظافر؟ ايه. وبدها تسكن بحاره جنب حارتنا؟ لك دخيلة تسكن وين ما بدها، اصلا مين رح يقول لها لا؟ بس الغريبة بالقصة انه هي سكنت بالحارة اللي جنبنا، ايش معنى؟ وليش غريبة؟ المرأة اجت على الحارة وحبتها وقعدت فيها وعم تفوت عليها بيت وبجوز ترجع تيجي لعنا كمان. الغريب بالقصة يا دلال انه الفرنجيات من يومهم بيحبوا يسكنوا بالشعلان، شو عدا ما بدا. وانتي شو خصك اذا سكنت هون ولا بالشعلان؟ ولا جاية بس تسمعينا حكي؟ لا والله مو جاي اسمع حكي، يا اسمعوا عن هالسمعة، بس قلت لحالي هيك بناخذ وبنعطي، كأنهم مستنيين هالفولاد. قلي ابن عمي، بشو عم بتفكر تجاه هالمخلوقة؟ قلي بشو؟ لك ما بدنا نعرف شو قصتها
وشو في وراها؟ يعني اكيد ما في شيء تاني؟ شو بده يكون في يعني؟ ولا غيرتك خلص بتعمي على قلبك؟ ايه والله معي حق ابن عمي. يعني انت رجال بينصر عليك، بعدين انا لسه ما نسيت البدويه. ما في خواص، بكل ضرسك بتلعي نفسك. تفضل ابن عمي. بس والله واللي خلق المخاليق اذا بحس على شيء لنتفى بسناني. تفضل. إذا حسيتي. سمعت انه نادية سكنت هون قريب من حارتنا. من بين حارات الشام كلها ما حليلة تسكن إلا جنب حارتنا. شوكة رد، ليش ما عم ترد؟ شوكة ليش ما عم ترد؟ جاوبني، هي اجت لهون على الحارة، هي لاحقتك؟ لك شو لحقتني؟ شو عم تخبصي انت؟ اسكتي بقى سعاد ها؟ سكنت بالحارة ولا سكنت برات الحارة؟ شو بدي فيها أنا؟ شلون شو بدك فيها؟ عم اقول لك شوكة هي لاحقتك. لك لا إله إلا الله، اسكتي مشان الله اسكتي. لا ما راح اسكت، بدي افهم ليش لاحقتك. سعاد عم تردي جواب انت ها انتبهي. انا ما عم جاوبك، كنت مريض وكانت الممرضة تبعك امر الله اجت شقت عليك ولحقتك لهون، لك هذا اللي بدي افهمه. لا إله إلا الله، انت مخك شو صاير له؟ لك شو صاير له؟ بطل يشتغل هيك؟ سعاد انا ماني ناقصك؟ انت جوزي وابو ولادي، انا روحي معلقة فيك، انا ما فيني اعيش بدونك. عم تفهم علي؟ النار عم تشعل بقلبي. ابو عصام الله يخليك ريحني وقل لي شو اللي عم يصير. سعاد والله انا ماني ريان حالي، ولا اتركيني ولا اتركيني، والله ماني ناقصك، ماني ناقصك، ان شاء الله ماني ناقصك، بعدين ماشي. يعني انت مو مع روحة الوفد على فرنسا؟ يعني واذا راح شو راح يطعم امره والله؟ تفاوض. تفاوض؟ على شو؟ فرنساوي حيطلع هيك ولا غدوة عطا؟ من وجهة نظر الفرنسيين هو انتداب، بس السوريين بيفكروه احتلال. وانت شو فكرتي بالله؟ انتداب ولا احتلال؟ احتلال طبعا. لك نادي انا ما سبق سألتك، انت متمنى يطلع الفرنساوي من هون من البلاد؟ ايه طبعا بتمنى، واصلا انا رح ضل هون وما رح ارجع على فرنسا. واهلك وناسك؟ انت هلا كل شي بالنسبة لإلي، يعني انت اهلي، مثل ما بتقولوا هون الانسان بلا اهله ما بيسوى شي، ما هيك؟ شو في اشياء هيك حبيتي؟ شو؟ كل حارة عايشة بطريقتها، وكل بيت عايش بطريقته كمان، والكل بيحترموا طريقة بعض، مسلم، مسيحي، يهودي، فيها ألفة وحنية ومحبة، فيها حب مخبى وكبير كبير قد الدنيا كلها. ايوه
هلا يعني مالك مفكرة هيك ترجعي على فرنسا؟ أماني. إذا تركتني برجع. تتركني؟ تتركني شوكات؟ شوكات بتترك قطايف؟ من أول يوم شفتك بالمشفى قلت لحالي إنه راحتي وسعادتي عندك. إذا بيوم من الأيام رح تتركني يعني أنا ما رح أجبرك إنه تضل معي غصبا عنك، بس ساعتها رح أترك البلد كله لأنه أنت اللي حببتني فيها. طيبتك وشهامتك وأخلاقك، ورح يجي يوم افتخر فيه قدام الناس كلهم إنه أنا مرتك على سنة الله ورسوله. ولك يشهد ربي علي اللي عملتيه مع مني أنا بالمستشفى ما بيعملوا مخلوق، لا والله. وكبير كتير هذا اللي عملتيه معي، كبير كتير عندي والله. بعرف لك قطايف والله العظيم هي يمينا بالله. من وقت ما كنت عم أصحى من الوطنية أنا بالمستشفى وأنا كنت حسيت جواتي كأنه في حدا من عيلتي معي بالأوضة. أنت كأنه حدا هيك الله بعثتيها معي من عيلتي، حدا من أهلي، حدا من ناسي، حدا من لحمي ودمي، الله وكيلك. وقت كنت تطلعي من المستشفى تروحي هيك برات الأوضة وتقولي وين رايحة، والله استفد لك والله. إيه والله اشتاق لك. كنت أتمنى أجي لك. تعالي هون لك نادية، ما تطلعي من المستشفى إلا بأمري. إذا بتطلعي بتضايقها. يعني ما تضايقت مني وقت صرت أجي على الحارة؟ ولك لا منك ما بتضايق، أعوذ بالله. لك أنا وقت طلعت من المستشفى أول شي حسيت فيه إنه وين بدي التقى فيها المخلوقة بعد هلا رجع إلي على المستشفى ما عاد في وين بدي أشوفها. أنت يعني وفكر وتاخذني الأفكار يمين وشمال وقول لحالي جواتي إلا ما جيو والله لو وصلتي لسابع سما إلا ألتقى فيكي وإلا أشوفك. وشعني شعني هي أنا والقطايف. عن جد شوكات؟ ولك إيه عن جد والله عن 60 جد يا بني القطايف. أنا هي أخلع غوطين.